شكلها كده مصر هترجع الألقاب القديمة، الباشا والبيه والهانم والحاجات القديمة دي كلها. تعال أقول لك إيه اللي حصل. السياسي أسامة غزالي بيطالب مصر إن هم يرجعوا الألقاب القديمة، زي ما بقول لك كده، باشا، بيه، هانم، الألقاب ديت. والألقاب ديت مش أي حد هياخدها، لأ، ده رجال الأعمال اللي بيقدموا أعمال قومية للبلد. وذكر أمثلة: أحمد أبو هشيمة، نجيب ساويرس، محمد أبو العينين، هشام طلعت مصطفى. وكمان قال إن أي حد عايز الألقاب ديت يقدم أعمال قومية للبلد وينال بعد كده اللقب ده. ذكر كمان إن بريطانيا بتعمل كده، قال إن بريطانيا بتدي لقب سير. طب اشمعنى مصر؟ فاللي عايز يقدم على او ان هو يتقال له باشا او بيه او هانم او الحاجات دي كلها، يعمل اعمال قوميه تفيد البلد ويبقى بياخد اللقب ده بشكل رسمي، بدل ما الناس تقول له باشا وهانم وخلاص، لا، يبقى الموضوع بشكل رسمي. الحقيقة يعني طلب غريب جدا. احنا معرفش بنتقدم ولا بنتأخر، احنا بنرجع لورا ولا بنستخدم التكنولوجيا والاي اي. اهو عايز يرجع ألقاب الباشا والبي والهانم. وزارة التربية والتعليم عايزين يرجعوا البكالوريا. مش عارف احنا بنرجع ولا بنتقدم. انتوا بقى قولولي في كومنتات، تفتكروا لو الألقاب دي فعلا رجعت هتبقى حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟